يلا بينا اوريكم ازاي اصفف شعري الكيرلي. اول حاجه اعملها هجيب فوطه طبعا واحطها على كتافي عشان الميه هتكون في كل حته. بعد كده هقسم شعري، ومش لازم اقسم شعري مظبوط قوي، انا اقسمه باي طريقه برتاح لها. انا بحب اقسمه دايما من النص، فهاخد كده جزء هنا وبالهير كليب بحطه على جنب، وبعدين اقسم النص ده برضو انصاص. برضو مش لازم اقسمه مظبوط قوي، انا بس باخد جزء جزء منه. كده هقسم الجزء ده برضو نص تاني كده. وبعدين اجيب بخاخ الميه وابل شعري كويس جدا. لو الشعر هايش كده وهو مبلول، معنى كده ان هو هيهيش اكتر لما ينشف، فلازم اتاكد ان هو مبلول كويس جدا. عشان كده انا حطيت الفوطه عشان شعري هينقط ميه. وبعدين اجيب ليفن، انا بحب ليفن تقيل كده، يبقى قوامه تقيل وكويس عشان يكون مرطب كويس قوي لشعري. وبعدين كده واحطه في الشعر كويس، بس ما احطوش على الجذور، ابعد عن الجذور. انا سرحت شعري هو مبلول وفي حمام كريم، فهو اوريدي مفكوك من بعضه، بس انا بسرحه كده بالفرشه عشان اتاكد ان البرودكت كلها اتوزعت فيه كويس. كده البرودكت اتوزعت في شعري كويس وبدا يلمع ويبان اهوت. هجيب الجل وهحط حبه جل صغيرين كده على الشعر واوزعهم برضو كويس وابعد عن الجذور. انا ممكن قوي ان انا اعمل كده واعمل له سكرانش، بس انا عايزه اعمل له ديفينيشن اكتر شويه، فهاخد جزء من الشعر كده. مش لازم ده اربطه باي حاجه، انا بس اعمله بسرعه بس كده كده. وبقى كده defined اكتر، واقدر بقى اعمل له سكرانش واعمل ده في الجزء اللي باقي كده، والفه بعيد عن وشي، واهو كده جاي اخر حته في اول جزء كده. بعدين سكرانش وكده. كده لسه مش مبلول كفايه، محتاج يتبل اكتر. ونفس الحكايه احط عليه ليفين تقيل شويه بعدين بالفرشه اسرحه. هو الشعر اوريدي مفكوك ومتسرح، بس انا بتاكد ان هو المنتج متوزع كله على الشعر. احط شويه جل، وطبعا كالعاده ابعد عن الجذور، وبرضو اخد جزء جزء كده كده والفه بعيد عن الوش. هي الخصل مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، وبلفه بعيد عن وشي. كده خلصت كل شعري، مش ناقص بس غير القصه، وانا قاصده ان انا اسيبها الاخر عشان هسرحها بطريقه مختلفه. اوكي، بليت شعري كويس، دلوقتي بقى احط عليه كريم. هي القصة مش قصة قوي، هي محتاجة تتقص، بس يعني الجزء اللي قدام من شعري. انا عارفة ان الموضوع اتحول بقى ده رينج كده وفيلم رعب، بس يعني ليه فايدة. هناخد جزء جزء كده وخصلة خصلة نسرحها كويس، وساعتها بقى نعمل فينجر رول. مش هنستخدم الفرشة، هنستخدم صوابعنا. هاخد جزء كده على الصوبع والجزء التاني كده، وافضل الفه وانا طالعة فوق كده. بعد كده اتأكد والفه بعيد عن الوش وانزله كده. اوكي، يبقى بالمنظر ده عشان لما اعمل سكرانش الخصلة تبقى defined قوي كده. واكرر نفس الطريقة ديت في الباقي. خلاص صففت كل شعري، وجه الوقت دلوقتي اللي انا انشفه. فانا عندي الديفيوزر اللي هي السيليكون اللي بتتركب في بعضها ديت، والهير جاير واركبهم في بعض. الهير جاير ده فيه اللي هو سرعتين وفيه درجتين حرارة، فيه الدافي والسخن وفيه الهادي والعالي. فانا هشغله على البارد وعلى الهواء الهادي. بس الاول بحط جزء من شعري كده، وبعدين بطلعه خالص كده في الديفيوزر لحد راسي، وبعد كده بشغل الهير دراير. عشان انا عايزه اجفف شعري بنفس شكل الكيرلز ديت، فباخد جزء من الشعر وبحطه جوه الديفيوزر واطلع بشعري لفوق كده لحد ما اطلع براسي، وبعد كده اشغل الهير دراير. ما شغلش الهير دراير ومن تحت لفوق، يعني ما اعملش كده، لا. بحط شعري الاول في الديفيوزر واطلع بشعري لحد فوق كده، وبعد كده اشغل الهير دراير كده.
عشان لو جيت انشف شعري من تحت كده وشغلت الهواء من تحت هيحرك الكيرلز وممكن ينشف الكيرلز بطريقه وحشه ويخلي الكيرلز تنفش من تحت وتعمل هيشان كبير، ولو عملت كده في كل شعري كله هيهيش في الاخر. انا هجفف باقي شعري وارجع لكم. دلوقتي بقى اخد الزيت واحط نقطتين بس كده، او ممكن احط السيروم ما فرقتش، وابدا افك الجel كاست بالطريقه دي، نقطه بس بسيطه كده، وابدا افك خصل الشعر الكبيره ديت من بعض عشان طبعا ما ينفعش يبقى المنظر ده، فابدا افكه من بعضه بالراحه جدا عشان ما يهش والف. الخصل الكيرلي لما تكون معموله كويس هيكون شكلها كده، بس طبعا مش هينفع نمشي بيها كده، فلازم نفكها من بعضها. ما نخليش الشعره تفك من بعض غصب عنها، يعني الخصله خصله بالراحه ونلفها كده. ابدا اشوف الخصل، هي الخصل بتبقى مفرقه من بعضها شويه، اشوف انا افكها منين. ما كبرش الخصله ان هي تفك من بعضها لو هي لفه على بعضها كويس، يعني الخصله بتكون لفه بس بيبقى في حتت منها ان انا اقدر افكها من بعض بتبقى كده، فاقدر بالطريقه ديت. ما يجيش حته يعني مع بعضها كده واجبرها ان هي تفك، لكن لما تبقى بعيده عن بعض كده بالمنظر ده افكها. اهم حاجه ان يكون في زيت او سيرم على ايدي وانا بفك الشعر من بعضه، وكمان ان الشعر يكون ناشف تماما، ما ينفعش افك الشعر من بعضه وهو يكون مندي او لسه فيه شويه ميه، هيهيش اكتر وساعتها هينشف وهو هايش فيبوظ اكتر. الخصله ديت لفه على بعضها جامد، فاخلي بالي وانا بفكها، بس في الاخر يعني كده بتكون واضحه ان هي عايزه تفك. حتت الخصل لفه مع بعضها كويس، بس في حتت جواها بتبقى فك اوريدي فك، يعني كده اهي. الموضوع ممكن يكون شايفينه هو معقد شوية ومتعب شوية، لكن بالتعود بيكون الموضوع سهل، يعني انا حتى مش محتاجة ابص لشعري عشان افكه من بعضه، خلاص اتعودت اني افكه من بعضه واعمله فوليوم، واكمل فك شعري بالطريقة ديت. وده شكل شعري بعد فكة الكيرلي وعملت له فوليوم. ايه رأيكم؟